السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. هنعمل تفريزات لرمضان، شهر مبارك عليكم وعلينا يا رب. معانا البسلة والجزر والطماطم. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله هوريكم الطريقة الصح لتفريز البسلة والجزر والطماطم. وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. تابعوا معايا الفيديو وما تجروش الفيديو، وان شاء الله هتعرفوا الخطوات الصح ايه، وان شاء الله مش هتندموا. وبكده يا حبايبي يا حلوين فرطنا البسلة مع بعض اهو، وادي الجزر هنخرطه مع بعض وهنكيسه واوريكم انا بخزنها ازاي. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يوصلكم منكم كل جديد. كده يا حبايبي انا بخرط الجزر مكعبات عشان احطها على البسله. هخرط بقية الكمية وهرجع لكم تاني. كده يا حبايبي احنا خرطنا البسلة ودلوقتي بنخرط في الجزر بتاعنا وهنقلبه على بعض، وان شاء الله هوريكم الطريقة بتاعتي في التخزين البسلة وان شاء الله هتعجبكم. وتابعوا معانا الفيديو وان شاء الله بتشجيعكم ودعمكم لنا هنعملوا تفريزات جديدة وحاجات كتير قوي 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 هتعجبكم ان شاء الله. بس اهم حاجة منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وشكرا جدا 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 لمتابعتكم. وبكده احنا اهو قطعنا الجزر لمكعبات، هنقلبه على البسله كده نشوفوا البسله هتعوز قد ايه. البسله يعني ما فيهاش افتكاسات كتير ولا حاجه، ده شويه جزر بيتحطوا عليها. هي عايزه شويه جزر كمان عشان عيالي بيحبوا الجزر كتير في البسله. هنقطع شويه كمان وهوريكم وانا بعبيها في الاكياس واحطها في التلاجة. انا ما عنديش فريزر ولا حاجه، انا عندي التلاجة الفريزر بتاع التلاجة بس بخزن برضو حاجات رمضان عشان بتنفعنا. احنا مش بنخزنها يعني عشان ان هي رخيصه ولا حاجه، الاسعار كلها رخيصه دلوقتي وكده، بس يعني عشان ايه يبقى الوقت سهل علينا كده نطلع الحاجه من التلاجة ونشتغل على طول ما تاخدش مننا وقت، بحيث ان احنا نصلي ونقرا قراننا ونبقوا كده ايه ملتزمين في شهر رمضان المبارك. وان شاء الله يكون رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. احنا ايه خلصنا تخريط الجزر على البسله. هنبدأ بقى عندك ايه اعملي المقدار اللي على قدك انت واولادك، بحيث ان انت مش تطلعي تفك وتاخدي شويه وبس. انا كده بعاير ايه على قد كده انا واولادي الطبخه بطبختي. انا مش بخزن كميات يا حبايبي، كل مدى كده بجيب شويه كده اخزنهم على قد الاستطاعه يعني.
كل مدى كده بجيب شويه، مش بجيب كميه كلها مره واحده كده، انا بجيب كل مدى كده شويه بشويه كده على قد افرش حبه بحبه كده على قد، لحد ما اعمل اللي يكفيني اعمله. لكن في ناس عندها مقدرة تقدر تجيب كميات كبيرة وتفرسها كلها مرة واحدة. لو تقدري تعملي كده اعملي. الاسعار دلوقتي جميلة جدا جدا، مش غالية ولا حاجة، كل الاسعار رخيصة. اللي تقدري تجيبيه دلوقتي معاكي امكانية تقدري تجيبيه كمية تقدري تفرزيها هات. انا بكده جبت شوية بسلة اهو كده، اعملوا لي 3 طبخات اهو. انا مش بعمل فيها اي افتكاسات ولا اي حاجه، بفرزها واغسلها، بغسلها كده اخرطها واغسلها واحطها في الفريزر مباشر. لما تيجي تطلعيها بقى هي كده مغسوله، الجزر مغسول والبسله مغسوله وكل حاجه مغسوله، تطلعيها على طول متجمده وتقوم حطها في الطبيخ على طول. ما تستناش لما تفك، عشان لما تفك هتطرى وهتبقى منزله ميه مش هتبقى حلو، لكن لما تنزليها متجمده كده في الطبيخ هتبقى جميله. انا بكده النهارده فرزت بسله 3 طبخات بسله اهوت، كل مدى كده بجيب حبه على قدي، وهوريكم تفريز الطماطم ان شاء الله. ان شاء الله هوريكم كل يوم تفريزات جديده ان شاء الله. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.